أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن الرعاية السامية والدعم المتواصل من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يشكلان الأساس المتين الذي تنهض به مسيرة الإنجاز الوطني في مختلف المجالات، خصوصا في المجالين الشبابي والرياضي. جاء ذلك لدى استقبال سموه لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة وأعضاء اللجنة العليا المنظمة واللجنة التنفيذية لدورة الألعاب الآسيوية للشباب الثالثة التي استضافتها مملكة البحرين بحضور عدد من أصحاب السمو والسعادة من كبار المسؤولين. الحقيقة بس والله يعني نهني أنفسنا، واحد منكم وفيكم في نهاية الأمر، وهذا القطاع اللي ما شاء الله يعني إنجازاته متجددة دائما بالوجيه الجديدة، خاصة أنا ترى حين أخاطب المشاركين والأبطال اللي يمثلوا مملكة البحرين في جميع الرياضات. نستبشر بخير لما نشوفكم حاملين هالميداليات وتتوجون من بين دول العالم في جميع المنافسات، لكن اللي يهمني أكثر هو روحكم في الملعب وتنافسكم مع خصمكم. الهدف رفع اسم مملكة البحرين وعلمها في السماء. يعني هذه الروح اللي احنا نشوفها من لاعبين ومحترفين مملكة البحرين يخلينا دائما مفتخرين ودائما متشوقين نشوف المشاركات القادمة إن شاء الله. وما في شك أن الرياضة هي ما بين فوز وخسارة، ولكن هو الاستفادة من هذه المشاركة وكيف أنك أنت تتطور. إذا ما نلت الذهب لازم تدرس المرة الجاية كيف يكون مصيرك الذهب، وإن نلت على الذهبية فلازم تدرس بعد كيف أنك أنت تحافظ على هذا المستوى وتواصل على هذا الأداء، لأن غيرك يبي هذا المكان، لكن واجبك أنك أنت تدافع عن هذا المكان، تدافع عن سمعتك، تدافع عن لقبك، وفي نفس الوقت تشرف بلادك وأهلك وربعك وكل من سعالك. فالرياضة هي تبني روح الفريق الواحد. أنا شخصياً ما أؤمن بالعمل الفردي، سواء كنتوا في رياضة فردية ولا سواء كنتوا في رياضة جماعية. في نهاية الأمر هو العمل المشترك. لذلك اليوم بعد الطاقم الإداري والطاقم القيادي والفني ما في شك أن لهم دور كبير في هذا النجاح، وعلى رأسنا كلنا هو طبعا دعم سيدي صاحب الجلالة الله يطول عمره في هذا القطاع، وسيدي سمو ولي العهد أيضا متابعته ويعني مؤازرته لجميع المنتخبات وسؤاله الدائم. يعني حطنا في مكان الحقيقة أن احنا مرتاحين من هذه الناحية، أن عندنا قيادة تطمح للأفضل دائما وتدعم مملكة البحرين أنها هي تروح تنافس دول العالم، ولا نخشى المنافسات ولا حجم الدول اللي احنا ننافسها، بالعكس احنا نروح بكل ثقة وننافس وننجز. وفي نهاية الأمر أنا أستبشر بخير لما أشوف الفئات العمرية كلها قادمة من صغيركم إلى كبيركم، وأفرح زود لما أشوف الاحترافية في التنظيم، الاحترافية في التعامل، الاحترافية في العمل الإداري، هو السر والأساس والنجاح. نجاحكم اليوم في تنظيم هذه الدورة
وكلنا نعرف أن الوقت القصير اللي 10 شهور بالضبط 10 شهور، وأنا أقول لك 8 شهور بعد، يعني بعد رقم قياسي حاليا. لكن ثقتنا بكم كانت في محلها الحقيقة. افتخرنا بكم، افتخرنا بالتنظيم اللي قمتوا به، بالاحترافية اللي قمتوا بها، واستضافتكم لدول آسيا. هذه يعطينا الطابع والفخر ان احنا نطمح ان شاء الله يوم من الايام تكون عندنا ملتقيات عالمية وكبيرة ان شاء الله، على حجم عزمكم وعلى حجم رؤيتكم لبلادكم وحجم هالاندفاع اللي انتم فيه. فاحنا نواصل ان شاء الله هالاندفاع، نواصل ان شاء الله هذه الانجازات، وما نوقف عند حدنا. وخاصة رسالتي لكم انتم المشاركين والرياضيين في مملكة البحرين، دائما تطوروا، دائما تصير افضل، مو كل سنة افضل، كل يوم تصير افضل. انت المفروض بكرة افضل من اليوم، واليوم كنت المفروض افضل من امس. وما في شك ان بتصيدكم صعوبات، وما بتتوفقون في بعض المشاركات، ولا سمح الله بتصيدكم بعض الإصابات، لكن النجاح في التعامل مع هذه الأشياء، النجاح في التعامل مع هالعوامل اللي بتعيقكم من وصولكم للهدف، ولا ينخاف عليكم إن شاء الله. أنتم اليوم أبطال في فئة الناشئين، لكن إن شاء الله نشوفكم أبطال أولمبيين تمثلون بلادكم خير تمثيل في المسابقات إن شاء الله العالمية. الحقيقة خالد أنت اللي مشكور بعد على هالجهود والمتابعة اللي قمت بها. دعمكم الله طول عمرك. ورفعتوا يدكم لما تخلفوا الباقين عن استضافة هذه البطولة بكل شجاعة، وقمتوا بتنظيم هذه البطولة. دعمكم. يعني الحقيقة الكلام كثير، ولكن يعني ما يعبر الحقيقة عن شعورنا تجاه رياضيين مملكة البحرين وهذا القطاع بالذات. نشوف إن شاء الله النور في نهاية المطاف في جميع المجالات، ولكن الرياضة بالأخص اليوم نشوف نقلة نوعية إن شاء الله بدعم قيادتنا، باهتمامهم في القطاع الرياضي، بالتكملة لمنشآتها، لطاقمها، للاعبينها، لإعلاميينها. احنا اليوم ننظر إلى الرياضة كقطاع مهم يعبر عن البحريني الأصيل، ويعبر عن روح البحريني، ولكن بعد فيه فائدة. هو اليوم صناعة نخلق فيها المنشآت، ونخلق فيها المحترفين، ونخلق فيها السوق، والفائدة للجميع. وفي نفس الوقت كيف ان احنا اليوم نجذب الأنظار العالمية لمملكة البحرين. ترى الترويج عبر الرياضة يساعد البلد بشكل كبير، وتنهض حتى السياحة في البلد عن طريق الرياضة. فأبعادها كثيرة الحقيقة، مو بس فقط هي ميدالية. ولكن أنا من واجبي كبعد رياضي أمثل مملكة البحرين دائما ما أنحاز للرياضي أكثر، لأن أعرف اللي هم يقومون بكل يوم ما هو بشيء سهل. ممكن المشاهد يشوف التلفزيون ويعتقد أنها والله كانت يعني لعبة سهلة، ولا حركة كانت فيها غلطة من اللاعب كان مفروض يقدر يسوي أفضل. لكن لما الواحد اللي ما يعرف هذا شعور اللاعبين وما يدخل الميدان ما يقدر هذه الأشياء. ولكن أنتم كلكم لكم يعني تجارب، وكلكم لكم معرفة عميقة في الرياضة، لذلك احنا نقدر لاعبيننا ولاعباتنا، وبندعمهم باللي نقدر عليه إن شاء الله نوصلهم للعالمية. وأنا متأكد أنها بأيادي بخير بهالقيادات الموجودة، وخاصة في القطاع الرياضي في الهيئة عندكم خالد. يعني الشباب كلهم الحقيقة ما قصروا. فالمسابقات اللي قدامنا إن شاء الله تبشر بخير. منتخباتنا وأفرادنا اللي يمثلون مملكة البحرين يبشرون بخير. ومثل ما خبرتكم أنا دائما ما أتحمس لما أشوف علم مملكة البحرين في أي منافسة من أنواعها. كل اللي أقدر أقوله عقب مقابلتكم للقيادة لسيدي جلالة الملك وسيدي سمو ولي العهد، يعني شو تنتظرون مني أكثر؟ فإحنا كلنا اليوم مدينين لهم الله يطول أعمارهم، مدينين لهم بالذهب، مدينين لهم بالسمعة الطيبة، ونرد الجميل لهم بأقل ما نقدر وأكثر
طاقة نقدر احنا نبذلها في ميدان المنافسات، فهذا واجب لنا. لكن إن شاء الله الجايات اللي قدامنا بعد أفضل، وكل ما وصلنا للقمة نمسح هذا السقف ونروح سقف أعلى إن شاء الله. فما عليكم وصية، ونشوف إن شاء الله رياضة مملكة البحرين بمنشآتها بكل مكملاتها في أعلى المراتب وأحسن صورة بإذن الله. إن شاء الله. وفقكم الله وما قصرتوا الحقيق جميع، وأي واحد ما كان محاضر ويانا أرجوكم وصلوا للرسالة، وصلوا لهم هذه الرسالة، وصلوا لهم شكرنا وتقديرنا باللي قمتوا به. وأنا متأكد إن شاء الله إن الأيام المقبلة تكون مليانة بشعارنا اللي إحنا دائما ما نتداول الذهب فقط. إن شاء الله. إن شاء الله. ومشكور. من جانبهم أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد وأعضاء اللجنة العليا المنظمة واللجنة التنفيذية عن بالغ الشكر والتقدير لسمو الشيخ ناصر بن حمد على ما تفضل به من دعم وتوجيهات كان لها الأثر الأكبر في نجاح استضافة الدورة، مؤكدين استمرارهم في العمل بكل جهد وإخلاص لترسيخ مكانة مملكة البحرين على خارطة الإنجازات الرياضية الدولية.